السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ لكل المامي اللي طلبت مني ان احنا نشتغل من كتاب سلاح التلميذ هنا في القناة. طبعا احنا كده منزلين الوحدة الاولى والدرس الاول في الوحدة التانية في مادة العربي الصف الاول الابتدائي من كتاب سندباد. هننزل برضو من كتاب سلاح التلميذ، مفيش مشكلة. بس النظام ايه او ازاي الام تتابع معايا واحدة بواحدة. لو هي عايزه تاسس ابنها من البيت وتشتغل معاه المنهج من البيت، منهج سنه اولى ابتدائي سهل جدا، تقدر تشتغل معاه من البيت. طيب احنا هنعمل ايه هنا في القناه سوا؟ بسم الله. اول حاجه هوريكم فهرس الكتاب للصف الاول الابتدائي من كتاب ايه؟ من كتاب سلاح التلميذ. عندنا اول حاجه قصة الاستماع. طب قصة الاستماع دي هنعمل فيها ايه؟ انا عايزة اقولك ان قصة الاستماع انا هشرحها لطفلك، بالعكس ده انا هقعد اقول مفردات، هقول يعني مثلا ده يمد بالايه، ده تنوين بالايه، ونقعد نحلل مع بعض الحاجات اللي المفروض نحللها، واخلي الطفل يشغل دماغه معايا هنا في القناة. فقصة الاستماع تتابعيها عادي معايا في القناة هنا. وبعد كل درس بصي هتلاقي بعد كل درس بيبقى فيه بسم الله تدريبات على الدرس، يعني اهي درس أميرة وأسرتها السعيدة، هتلاقي فيه تدريبات هنا. طيب التدريبات دي علشان انت ابنك يلتزم بيها، انت تقدري تصوريه بعد ما يحلها وتبعتها لي، ساعتها بقدر اعمل له شهادات تقدير، بتبعتها لي على صفحتنا يلا تأسيس على الفيسبوك، بعمل له شهاده تقدير وانزله بيها. ممكن تصوري ابنك وهو بيحل برضه، هنزله هيفرح بالحاجات دي جدا، وكانه بياخد درس برايفت عادي جدا او درس اونلاين بطريقه مجانا 100%. هنزل كل حاجه هنا على القناه. طب يلا نكمل. ده كان قصة الاستماع. قصة الاستماع الطفل بيسمعها مني أو منك لو هتقرأها له في البيت عادي. الطفل بيسمعها وبيبتدي، ممكن تستخرجي مثلا أقول له يستخرج المدود. هو خلاص عارف كده كده المدود. قول لي التنوين ده تنوين بفتح ولا تنوين بالضم ولا تنوين بالكسر، الشدة نوع الشدة، فين الحرف عليه سكون، هكذا. تاني حاجة، طب أصلا قصة الاستماع جالي عليها أسئلة كتير، المفروض إن الطفل يحفظ معاني كلمات عليها؟ لأ. المفروض الطفل إن هو يقرأها؟ لأ. السؤال والأجوبة مش لازم إن الطفل يحفظها كصم، بس الطفل يبقى عارف القصة، مادام فهم هيعرف يجاوب من غير حفظ. برضو معاني الكلمات يستحسن لو في كلمة صعبة على الطفل على أساس إن هو يبقى فاهم كل حاجة يشتغل معاني الكلمات، لو هو متأسس ما يشتغل معاني الكلمات برضو مفيش مشكلة. تاني حاجة عندنا نشيد أسرتي. نشيد ايه أسرتي؟ النشيد سهل جدا 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 يا جماعة، يعني مفيش أي حاجة تخافوا منها، والله النشيد سهل اللهم بارك، مش صعب نهائي. كلماته سهلة. بيدرب الطفل على حاجات برضو معينة. بعد كده هنلاقي الحروف عندنا، مثلا حرف الألف بحركاته، يعني حرف الألف إي أو أ بالسكون. طيب بس كده؟ لا، شكله كمان هو متصل ماشي، وبيبتدي ياخد عليها كلمات، ده بيساعد ان الطفل اصلا يرجع يسترجع الحروف تاني. طيب عندنا بعد كده حرف الالف هنا، حرف الباء، حرف الميم، حرف الحاء، حرف الجيم، حرف الدال، حرف الخاء، حرف التاء، هكذا. بعد كده عندنا قصة القارئ الصغير، أحب أسرتي. قصة أحب أسرتي أنا كمان هنا الحمد لله على اليوتيوب بخلي الطفل يقرأ معايا القصة. انتي مامي ومعاكي الكتاب برضو في البيت، خليه هو اللي يبتدي يقرأ واحدة واحدة. هاي حبيبي نقرأ، لا الساكن بنقرأه مع اللي قبله، المد بنقرأه مع الممدود. واحدة 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 هيتدرب على القراءة ويبقى يسرع في قراءته واحدة واحدة بإذن الله. وفينا قصة سلاح التلميذ أنا أحب برضو. في برضو في الوحدة هتلاقوا بعد كل قصة استماع هتلاقوا إن في كلمات شائعة زي كلمة أمي، كلمة أبي، أنا. كان في مثلا حرف الواو برضو. في بسم الله قال، قالت، هكذا. دي كلمات الشائعة اللي الطفل المفروض يبقى عارفها، أو خلاص هو عارف إن الكلمة دي قط. طب الوحدة التانية اسمها حيواناتي. عندنا قصة استماع عالم الحيوان، نشيد لوحاتي الجديدة، وبرضو الحروف بنفس الطريقة اللي قلنا بيها حرف الألف. وفي قصة القارئ الصغير برضو اللي هيقرأها. واحدة واحدة احنا هنشتغل كل ده على قناتنا، حتى الوحدة التالتة أجزاء جسمي، وبرضو وحدة رابعة مدرستي، كل ده هنشتغله. طيب
انا هنزل لكم الواجب على صفحتنا يلا تاسيس زي ما قلت لكم، وانتوا بعتوا لي ان ابنه اللي طفلك حله معايا. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وشير وكومنت، وطبعا تشتركي في القناه لو ما اشتركتيش، وفعلي زر الجرس اوعي تنسي. باي باي.